كل حاجة وقتها كانت ماشية تمام وناقص عدة ساعات على بداية التصوير، لكن في لحظة بتحصل كارثة لمحمد كريم، كارثة بتهدد مسيرته بالفشل. بيصاب محمد كريم بمرض شديد جدا وهو قاعد لوحده في الفندق، معهوش لحد من الفنيين ولا حد من الممثلين، حتى يوسف وهبي كان في فندق تاني منفصل تماما. بيحكي وبيقول ما كنتش عارف اتصرف ازاي وقتها، درجة حرارته بتعدي ال 40 ومن شدة مرضه ما بيبقاش عارف يتصرف او يعمل ايه، لحد ما لحسن حظه بيقدر يتواصل مع المصور الفرنسي اللي معاهم اللي اسمه جوستاف مادري. مادري اول ما شاف حالته اتخض وحاول يتصل بيوسف وهبي فورا عشان يأجلوا التصوير او يلغوه لفترة، لكن محمد كريم وقتها اتنفض من مكانه ورفض تماما انه يكلم يوسف وهبي او يقول له اي حاجة. وكان وجهة نظره وقتها ان لو التصوير اتأجل والخبر راح للصحافة المصرية محدش هيقول ان محمد كريم كان مريض، هيقولوا ان محمد كريم فشل وخايفين يقولوا، وبالتالي حلم اول فيلم ناطق مصري هيتدمر وهياخد معاه مستقبله الفني كله.